الوطني. يا اخي يوم اللاعب يجي يقول لي يا اخي انا لعبت 100 مباراه، يا اخي ما لعبت على ارضي مباراه رسميه، ايش تتوقع منه؟ اكيد بيفرحون، بيستانسون، بيصيحون، مشاعر جياشه عندهم. فاللي انا اشوفه اليوم شيء حلو ان هذه الارض اصلا لازم احنا نوقف معاهم، لازم، هذا واجب. اذا تبون قوميه، تبون عروبه، تبون واجب، تبون الحق، وقفوا معاهم، لا تبعدون عنهم. انتم تبونهم اليوم في احضانكم، احتووهم. وش اللي قاعد يطلبونه؟ يعني انا صار لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين اسمعهم نبي البطوله نبي البطوله، شنو البطوله؟ بطوله كره قدم. بطوله كره قدم وجمعت لكم هذه الامه كلها من قبل لا تبتدي البطوله، من قبل لا يسوون حتى هذه الملاعب الجميله اللي قاعد نشوفها، والناس يقولون لكم تعالوا يا اخي، تعالوا نرجوكم، تعالوا نتوسل اليكم، تعالوا. بعضهم فقد الامل فينا، وبعضهم قال لا احنا عندنا اصرار نجيب الخليجيين عندنا. نسمع الاخ محافظ البصره اسعد العيداني يقول احنا طالبنا وزاره الداخليه ورئاسه الوزراء ان يفتحون لنا الحدود مع اشقائنا. افتحوا الحدود، الشعوب جو، الخليجيين جو بكل بساطه. هذا احنا موجودين في العراق ومستانسين وفرحانين، وشعب اللهم لك الحمد ياكلنا ويشربنا ويهدينا ويبتسم لنا ويفتح لنا البيبان والله يا جماعه الخير، احنا ارجع واقول هذه رسالتنا احنا، هذه ما فيها مبالغه، ما في اي مبالغه في كلامنا. الناس هذول يبوننا حوالينا، حواليهم. يا جماعه الخير الارض هذه لو احنا تبينا معاهم فتره بيشتغلون في البنيه التحتيه، بيشتغلون في الفنادق، في الجسور، في الانفاق، بيشتغلون في البلد، لانهم بيشوفون بلادهم قاعد تنهض، بيشوفون الناس قاعد بيجونهم، بيصير في سياحه، في تجاره، في علم، في ثقافه. ترى هذول كانوا اصلا في الاساس هم هاي حياتهم. البصره في السبعينات كانت تنذكر في المسلسلات وفي التاريخ بلد سياحه، بلد اقتصاد، بلد تجاره. اشياء وايد ترى احنا نمتلكها في حياتنا هي اساسها من عندهم. مهندسين، مثقفين، علماء، مهد العلماء، يسمون هذه الارض مهد العلماء. ليش احنا نبعد عنهم؟ نختلف، طبيعه الحياه في اختلاف بيني وبينك، الاخ يختلف مع اخوه، لكن ما ابعد. قد ما اقدر ما ابعد، قد ما اقدر اجر صوبي، لا يجرون صوبهم. هذا احنا مجتمعين في البطوله الخليج العربي، وهذا احنا فرحانين، وهم فرحانين فينا، مبسوطين، والله مبسوطين. انا اقعد معاهم للصبح، أنا ما أرقد يوميا إلا على أصواتهم في الكرنيش، طيط 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 وأغاني وأهازيج وفرح وما أدري وشو، وأقوم من نومي على صوتهم. أقسم بالله العظيم ما حسيت بلحظة إزعاج. هو إزعاج حق اللي بيرقد، بس أنا مش منزعج. تدرون ليش؟ أشوفهم فرحانين، مكيفين. مرة أغنية قطرية، ومرة أغنية سعودية، ومرة إماراتية، ومرة بحرينية، ومرة كويتية، مرة عمانية. كل الخليج، كل الخليج ما عندهم فرق. اليوم مباراة قطر والبحرين، من الجمهور اللي حاضر؟ كم عدد القطريين اللي حضروا أو البحرينيين؟ كم عدد مدرجات هذا الاستاد المينا؟ 40,000، 45,000، 30,000. 99% أو 95% عراقيين ومتوزعين، اللي يشجع قطر، واللي يشجع البحرين، واللي راح يشجع السعوديه، واللي راح يشجع الامارات، واللي يشجع قاعد يشجعون. ولا وش طلبهم؟ افتحوا لنا بس المدرجات، ما لكم خاص، احنا بنروح نشجع الناس. ما قالوا منتخبنا العراقي وبس، قالوا لا، شجع الكل. فاتحين ابوابهم، فاتحين بيوتهم. ما ادري شو اوصف لكم الوضع. واحد اليوم جاب لي هالهديه، بالنسبة لي أنا أو لغيره ممكن تكون هدية عادية، لكن هي هدية ثمينة من عنده. مصباح وخاتم وهدية تذكارية، وكل هدية من ميسان لها رمز ولها معنوية ولها كفاح. المرأة العراقية مكافحة، الرجل العراقي مكافح. جماعة هاي ما فيها لعبة، هذه دولة فيها حضارات، مش حضارة واحدة 7000 سنة عمرها. لا نبعد عن العراق، لا نبعد عن العراق أبدا، لا نبعد عن العراق، بل إحنا لازم نروح للعراق، إحنا اللي نوقف معاهم، إحنا اللي نساعدهم، وهذا اللي واجب أصلا، هذا الصح. سامحوني أنا أوقات يمكن يعني
اعبر عن شيء لاني انا مفتقده في هالناس. فاليوم انا لما اشوفهم فرحانين فينا ومستانسين، يا اخي طبيعي اني بقول تعالوا، وطبيعي بقول لكم لازم نتمسك فيهم، لان هم متمسكين فينا، ترى هم متمسكين فينا على مدار التاريخ، ترى هم ما تخلوا عنا. في فترة فتور خلافات صح، لكن هم جزء منك، هم جزء منك واحنا جزء منهم، احنا كالجسد الواحد. موطني موطني الجلال والجمال والجزاء والبقاء في علاك في علاك، والحياة والنجاة والثناء والبهاء في علاك في علاك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السما تبلغ السما. موطني موطني